من السعودية. اتفضل يا محمد. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله حبيبي، اتفضل. أقول لك يا دكتور أنا متزوج 4. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. اللهم آمين. والله يا رجال يا واد. الله يخليك، بس في عندي مشكلة كبيرة. لا ما عندكش مشكلة. مين ده؟ انت تحل مشاكل دولة. تقدر تجيب 4 ويعيشوا مع بعض، وانت الراعي ومخلف من ال4 يا حماده ولا؟ لا مخلف من 2 بس من أنا 2. عندي مشكلة دحين. ايوه. أنا نفسي أطلق واحدة وأتزوج واحدة بدالها. عايز تغير يعني؟ أيوه. الفلوس كتيرة معاك يا محمد؟ الحمد لله. خد بقى، خد استنى يا ولدي، خد. هذا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أهو، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. من أول السطر. لو اللي عايز تطلقها عشان تتجوز غيرها ولا عيب فيها، أبشر بإن الله لن يبارك لك لا في ال5 ولا في ال17، لأنك فصلت حد من حياتك ليس لانفصاله وجه يا ولدي. الدين مش بس قواعد. انت عايز تطلق وتتجوز ومعاك فلوس، أبشر، أهلا وسهلا، روح. لكن هذه الجريحة التي ارتبطت بك لمعنى فيك ولم تخطئ في حقك ولم تعبس في وجهك ولم تخالف لك أمرا، كونك تطلقها أصبحت ظالما لأن مفيش مسوغ للفراق، مش أرفاك في عيشتك، مش مبذرة في مالك، مش مضيعة حقوقك، سهران ما عندوش. هو الراجل كيف ومزاجنجي. ما هو قال أنا نفسي أطلق واحدة وأتجوز ال5. سبب إيه اللي عنده؟ أنت عندك سبب يا حمادة؟ عندي سبب. بس خلاص قل لي بس السبب، ومش ضروري التفصيل. إيش هو السبب؟ هي مبذرة جدا وخارجة. يعني أنت حددت واحدة من ال4 أنها مبذرة. أيوة حددت. أيوة حددت. كويس. ونصحت لها قبل ما تسيبها. يعني لحظة يا ولدي، نصحت لها إن التبذير حرام، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، واكتشفت إنها مسوية عمليات تجميل يعني كمان. يعني غشوك قبل ما تتجوزها وعملت عمليات تجميل. أكيد. لحظة واحدة. لما عملت عمليات تجميل باينة زي المحروقة، يعني العمليات ظاهرة عليها. إذا كانت عملت مفيش حاجة ظاهرة. لحظة يا ولدي، لو هي عملت عمليات تجميل أنت تحمد ربنا إنها عملت عمليات تجميل ما دام مفيش أثر. لكن لو عملية شوهتها أو زادتها تشويها أو خدعوك فالعقد باقي. اعرف كده. الكلام ده هناك لما يقول لك ميدن يابان وتكتشف إنه من شبرا ترجعه وتشتكيه. إنما واحد غشك وكتبت الكتاب صحيح والزواجة صحيحة، ولكن حصل في النفوس نفوس. أنت حر، عايز تفسخ لأن فيه عيب، عايز تكمل هتلاقي فيها حسنات تغني عن الكلام ده، يا مرحبا أرحبوا. بس في سؤال في نفسي لو ما سألتلكش أنا هعيا، هيجيني مرض. هو أنت لو عايز تتخلص من واحدة لازم تكمل العدة 4 يا محمد وتروح تتجوز تاني؟ ما أنت لو تخلصت من دي يا ابني ما كفاية عليك ال3. صحيح يا دكتور، بس يعني انا في واحده في بالي يعني كده اني بتزوجها. في واحده ايه؟ في واحده يعني انا عينك عليها. ايوه عينك عليها. بس هقول لك على شيء. هذه التي سميتها انت مبذره، هل تعترف بانها بالفعل مبذره وعايزه تخرب بيتك وبيت اللي جابوك وبتلعن اليوم بتاع الزواجه؟ لا. فجايز انت بتتعلل يا محمد، بتكبر الصغيره. يعني تجيب 2 زبادي تقول دي مبذرة عشان عينك على زغلولة تانية. ما هي عينك دي مش هتسكت يا محمد حتى لو جبت الزغلولة. عينك هتروح لحد في نجران. أنا بقول لك أهو. ولو جت مصر عينك هتروح لواحدة من دمنهور. يبقى هنعيش في الشحتفين العمر كله. الجواز يا حبيبي يعني واحد يرجع من البيت مشتاق، لأن في حد أنت عندك 3 حدود. يعني لو واحده لا، ما الرابعه بقى على وشك اهي. هو منمر على الدبوره دي هتيجي تخرب بيتك. لان يقول لي ما الذي فيك يجعلها تنتظر حتى تطلق واحده هي وهي سواء وتتزوج. دراهم طبعا، وفي غير الدراهم هتاخدهم وممكن تمثل لك انها معتدله يا ولدي.
وإنها عايشة على التقطير وعلى الزيتون والجبن، وهي من وراك بتعمل كل يوم مندي وتسربه. يلا فاصل ولا يهمكم ثم نلتقي، فانتظرونا.